يلا بينا نعمل مع بعض طبق مكرونة بالصلصة الحمراء، سهل ولذيذ. لو محتار على العشاء او الغدا. هنعمل بس جنبها شوية بطاطس شيبسي وشوية سلطة وشوية مخلل وحبة بيض مسلوق كده، وتبقى اجمل غدا ممكن تجربوه. هنعملها النهاردة بالبصل. احنا كتير بنعملها عادي بالصلصة العادية اللي هي صلصة بس، وفي ناس كتير بتعمله بالثوم. يعني مكرونة بالثوم، وفي ناس بتعمل مكرونة بالبصل والثوم. النهارده حبيت اجربها بالبصل بس، ونص قرن شطه كده سبايسي شويه. دبلت بصلايه حمرتها شويه كده زي ما انتم شايفين بالزيت. المكرونه مش بتنعمل بالزبده، بالزيت. تاني تكه بقى ان الصلصه بتاعتها بتبقى عايزه صلصه مسلوقه ومتعانه في الفريزر، بتبقى حلوه جدا، بتخلي الطماطم بتبقى جميله، صلصتها حلوه قوي المكرونه، وبتبقى يعني ناشفه معاكم كده، متبقاش جامده قوي. وفي نفس الوقت بتدي لون احمر قوي للمكرونه لما انتوا بتحطيها في الفريزر وبتسلقيها. زي ما انتوا شايفين كده اللون بتاعها ما شاء الله جميل، وعامل زي لون الكاتشب بالظبط. حطيت ملح وشطه وفلفل اسمر بس. المكرونه مش بتحط لها اي حاجه تانية او بابريكا. سلقت المكرونه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هو طبق مكرونه سهل ولذيذ، حبيت ان انا اعمله معاكم. كنا محتارين نتعشى فقلت بقى هعمل طبق مكرونه كده سهل ولذيذ واصوره، واقول لكم على فكره لو انتوا مثلا مش عارفين تتعشوا على طول كده سريع وما خدش معايا اي وقت، وكان جنبه شويه مخلل. شويه بطاطس شيبسي. ممكن تاكليه عادي كده لوحده مفيش اي حاجه. شايفين شكل المكرونه حلوه جدا ازاي، ولونها احمر وجميل قوي. اعملوا لايك بقى لو الفيديو عجبكم. وده شكل كده المكرونه بتاعتنا، جميله جدا. اسيبكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.